السلام عليكم. معكم قناة قلبك عارف. واليوم ما بغيتش غير تسمعني بعقلك، بغيتك تسمعني بقلبك، حيت الموضوع اللي غنهضروا عليه اليوم ماشي غير فكرة كدوز في دماغك وتمشي، لا، هذا الموضوع عايش معك كل نهار، كل ليلة، كل مرة كتبغي ترتاح وما كتقدرش. اليوم غنهضروا على واحد الحاجة اللي كتسرق الراحة ديالك بلا ما تحس، كتخليك تعيش سيناريوهات ما كيناش، كتخليك ترجع للماضي وتخاف من المستقبل. اليوم غنهضروا على علاش كتفكر بزاف وكيفاش توقف هادشي. شحال من مرة نعستي وباغي غير تغمض عينيك وتنسى، ولكن دماغك بدا كيخدم، فكرة على فكرة، سؤال على سؤال. علاش قلت داكشي؟ واش غلط؟ واش الناس كيحكموا عليا؟ واش غادي ننجح؟ واش غادي نفشل؟ وكتلقى راسك غارق في دوامة، وكل ما بغيتي توقف كتعرق اكتر. المشكل ماشي في انك كتفكر، حيت التفكير نعمة، ولكن المشكل ملي التفكير كيولي زايد على حدو، كيولي السجن، حبس، كيولي محبوس دماغك، او كتولي محبوس في دماغك وكتنسى تعيش حياتك. التفكير الزائد راه ما كيجيش من فراغ، كيجي من خوف، الخوف من الغلط، الخوف من الرفض، الخوف من المستقبل، ومرات كيجي من جراح قديمة، مواقف دازت عليك وما تفهماتش، كلام تأديتي بيه وبقى عالق في داخلك، ودماغك كيبقى يرجع ليه مرارا وتكرارا، بحال الا كيقلب على جواب وما لقاهش. كتولي تحلل كل كلمة، كل نظرة، وكل موقف، كتولي تبني قصص كاملة في دماغك وكتعيشها بحال لا واقع، ولكن الحقيقة بزاف منها غير أوهام. والمشكل الكبير أن هذا التفكير كيخليك تحس بالتعب بلا ما تدير حتى مجهود، كتفيق عيان، كتنعس عيان، وقلبك عامر وراسك ثقيل. ولكن بغيت نقولك واحد الحاجة مهمة، راه ماشي بوحدك، بزاف ديال الناس عايشين نفس المعاناة، غير الفرق ان كاين اللي واعي وكاين اللي باقي غارق وما فاهمش شنو واقع ليه. شوف، دماغك بحال واحد الوليد صغير، الا خليتيه بلا توجيه غادي يجري في كل اتجاه وغادي يخاف من اي حاجة، ولكن الا علمتيه، الا فهمتيه، الا هضرتي معاه، غادي يولي صديقك ماشي عدوك. واحد الحاجة خاصك تفهمها، ماشي كل فكرة كتجيك راه صحيحة، ماشي كل إحساس خاصك تصدقه. بعض المرات دماغك كيكذب عليك، كيكبر الأمور، كيعطيك أسوأ الاحتمالات وكيخليك تصدقها. كتفكر بزاف حيت كتقلب على السيطرة، باغي تفهم كل شيء، تتحكم في كل شيء، ولكن الحقيقة الحياة ما تتحكمش فيها 100%. خاصك تقبل الغموض، تقبل ان كاين حوايج ما غاديش تفهمها دابا، وهذه خطوة كبيرة، انك تقول لراسك ماشي ضروري نلقى جواب لكل شي دابا. التفكير الزائد كيزيد ملي كتكون بوحدك بزاف، ملي كتخلي راسك مع افكارك بلا توقف
وملي كتكون ما عندكش حاجة تشدك، دماغك كيبدا يختارع مشاكل. داكشي علاش خاصك تتحرك، دير شي حاجة، خرج، بدل الجو، حرك جسمك، حيت الحركة كتعاونك تخرج من داك الحبس اللي في دماغك. وحتى الهضرة مهمة، إلا بقيتي كتكتم كل شي في الداخل ديالك الأفكار غادي تكبر، ولكن إلا خرجتيها، إلا هضرتي مع شي واحد ولا أو حتى إلا كتبتيها، غادي تحس بشوية ديال الراحة. واحد السر اللي قليل اللي كيعرفو هو أنك إلا بغيتي توقف التفكير الزائد، خاصك ما تحاربوش بطريقة مباشرة، حيت إلا حاولتي توقف الفكرة بقوة غادي ترجع أقوى. بدل داكشي غير بالملاحظة، قول ها أنا كنفكر بزاف دابا، وخليها تدوز بلا ما تغرق فيها، بلا ما تزيد تحللها. بحال إلا كتفرج في الضباب كيجي وكيمشي وانت غير كتلاحظو، ومع الوقت غادي تولي تتحكم أكتر، وغادي تولي الأفكار كتفقد القوة ديالها. وزيد عليها خاصك تكون رحيم مع راسك، ماشي كل مرة تحاسب راسك وتقول علاش أنا هكا، لا، قول أنا كنحاول وأنا غادي نتحسن بشوية بشوية، حيت التغيير ما كيجيش في نهار، ما كيجيش في ساعة، كيجي بالتدريج. واخا تسمعني مزيان، الحياة قصيرة بزاف باش تضيعها في التفكير. كاين فرق كبير بين أنك تعيش اللحظة وبين أنك تعيش غير في دماغك. شحال من لحظة زوينة دازت عليك ولكن ما حسيتيش بيها حيت كنتي غارق في التفكير. شحال من فرصة كانت قدامك ولكن ضيعتيها حيت كنتي خايف وكنتي كتحلل فيها بزاف. دابا تصور معايا إلا نقصتي غير 50% من هذا التفكير، شحال غادي ترتاح، شحال غادي تبدل حياتك. راه ممكن وماشي صعيب، غير خاصك تبدا وتكون صبور مع راسك. كل مرة تجيك فكرة زايدة رد البال ليها، ولكن ما تعطيهاش قيمة كبيرة. وكل مرة تحس براسك غارق، ارجع للواقع ديالك وتنفس، شوف فين انت دابا. الحياة كاينة هنا، ماشي في داك السيناريو اللي في دماغك. واخر حاجة بغيت نقولها ليك، راه الهدوء اللي كتقلب عليه ماشي بعيد، راهو في داخلك، غير الافكار اللي مغطية على داك التفكير. إلا تعلمتي كيفاش تخلي الأفكار تدوز، غادي تكتشف واحد السكينة اللي عمرك حسيتي بها، وغادي تولي تعيش ماشي غير تفكر. وخا تكون دابا مازال كتفكر ومازال كتقلق، عادي، المهم أنك بديتي تفهم راسك وبديتي تفيق. وغدا غادي تكون أحسن من اليوم، حيت انت ماشي أفكارك، انت أكبر منهم وأقوى منهم. وخلي داك الصوت اللي في الداخل ديالك اليوم يقول بزاف، دابا بغيت نرتاح. وصدقني ملي كتعطي لراسك الإذن باش ترتاح، غادي تبدا الرحلة ديال التغيير، وخا تكون بطيئة ولكن حقيقية. والأجمل من هادشي أنها غادي توصلك لواحد الحياة اللي فيها هدوء، فيها طمأنينة، فيها راحة اللي عمرك ما تخيلتيها. خليك مع راسك وفهمها، وغادي تلقى الجواب اللي عمرك قلبتي عليه، كان ديما بالداخل ديالك، غير كنتي مشغول بالتفكير وما شفتيهش.